à chier. Du retard, ils préviennent pas, ils vous nourrissent même pas. Pas d'eau, rien. Depuis 20 heures on est là. اغرب فول غدا نسافر فيه هو هذا. اول تجربه ليا معاهم وغتكون ان شاء الله اخر تجربه. هذه 3:30 ديال الصباح وما كاين حتى خبر على لو فول اللي كان خصنا نمشيو فيه مع 8 ديال الليل. واش بغيتو تعرفوا شنو هما هاد الخطوط اللي انا غاديه معاهم؟ شكرت فيها حتى عييت وكنت ديما تنقول بانها تاني احسن اختيار بالنسبه للمغاربه اللي بغاو يسافروا. صراحه غير سمحوا لي ما كنتش متوقعه غادي يوقع لي بسببها هادشي كامل. فمن خلال هذا الفلوغ غادي نشارك معكم تجربتي مع هاد الخطوط واللي للاسف كانت من اكفس ومن اسوا الرحلات اللي دوزت لحد الان. ففي العوض من نديرو سفر ديال 4 ديال السوايع فبقينا حاصلين 48 ساعه بين 3 ديال البلدان. فاولا في ابيجون كيف ما قلت لكم فحجزت السفر عبر شركه طيران اير سينيغال. ايوا غادا فرحانه كبقيتها الناس 3 سوايع قبل موعد السفر وكعادتي كنستمتع بالطريق للمطار. واذا بي عند الوصول كان خصني 3 ديال السوايع من الانتظار غير باش نوصل لمكان التسجيل اولا لونغوجيسترومون. وهنا كانت مفاجاه اخرى في التسجيل ديالنا في الرحله طلبت 3 ديال السوايع اخرين. هاد الساعات كلها من الانتظار تقريبا 6 ديال السوايع وانا مقابله مع هذا المكتب البائس. فعوض ما نطلقوا في الساعه 8 كيفاش كان مقرر لها فتم اخبارنا بانه الموعد تاجل حتى الوحده ديال الصباح. وهنايا غادا تبدا المعاناه لساعات اخرى. واخيرا درنا لونغوجيسترومون دزنا عند البوليس ودابا كنتسناو في لو فول اللي كان نورمالمون خصو يكون مع 8 ولكن تاجل حتى لنص الليل 12 و 45 دقيقه. وهذه 12 ديال الليل ومازال ما كاين حتى اخبار. وللاسف حتى هذه الرحله ديال الوحده ديال الصباح تم تاجيلها تاني حتى ل4 ديال الصباح. الحمد لله ان الانتظار ديالي ما كانش ممل لهذه الدرجه لانني استمتعت بالجلوس بمنطقه الفي اي بي. تخيلوا معايا لو فول ديال الوحده لاروب رجعوه لينا حتى ل4 لاروب. تخيلوا معايا والله. ايوا سلسله ديال التاجيلات كتستمر كيف ما قلت من 8 للوحده ومن الوحده ل4 ومن 4 ل5 ومن 5 ل7 ومن 7 ل9 وهي غاديه. والمشكل انه ما كاينه حتى طياره. الدسر فريمون كلشي معصب هنايا. هما واحد البنات عرفتهم ها. Prenez part Sénégal. Jamais, Nul, jamais. Sénégal c'est nul, c'est vraiment nul à chier. Du retard, ils préviennent pas, ils vous nourrissent même pas. Pas d'eau, rien. Depuis 20 heures on est là. Le vol il décolle qu'à 3 heures. Boycotté, du matin. Boycotté. Voilà. وبما انه دوزنا ساعات طويله هنايا في المطار فما علينا غير ناكلو ونشربوا قهوه وندوزوا الوقت هكذا. وايضا كنتفرجوا في التلفازه. الحمد لله كاينه لا كليم وجلسنا مرتاحين. هنايا خرجت باش ناخذ بعض الامورات شوكولا وبعض الحويجات من المتجر ديال المطار. بغيتو تشريو في المطار ديال ابيجان ضروري من الباسبور. ميرسي. تخيلوا معايا هذه 3:30 ديال الصباح وما كاين حتى خبر على لو فول اللي كان اصلا خصو يكون مع 8 ديال الليل. هذه 4:11 ديال الصباح ومازال ما كاين والو. ما كاينش حتى الطياره باقا ما جاتش. ها الناس
Famille, on va rester là, on est en prison. On a pas attention, on dit il était là avec ses parents depuis 16 heures. Mais ouais, c'est Depuis ça. 16 heures. Logiquement, Un bébé c'était à de vous 10 de mois. voir. Nous, on n'est pas enfants là. On n'a pas mangé. D'ailleurs, là, on va manger. Faut ramener. C'est pas petit croissant là, sec là, qui sort depuis je sais pas où là. Faut ramener restaurant. C'est quoi ça? Les enfants ils mangent pas, les mamans ils mangent pas. Hein? Pourtant le bio l'a payé ça plus de 1000 €. المهم وقع واحد سكوندال كبير هنايا لانه دابا راه 6 الصباح ومازال ما كاين والو. جا عندنا الريسبونسابل باش يهضر معانا. المهم اعتذر واخا الناس تعصبات بزاف كيغوتوا ديال بصح. قال لنا غادي نعطيوكم فطور فابور باش زعما يعبروا على الاسف ديالهم. مي هادشي ماشي مزيان صراحه. وباش تكون المعاناة أجمل وأقوى، فالسيدة المسؤولة على التسجيل بأبيجان نسات أنها تسجلني في الرحلة من دكار للمغرب، وسجلتني فقط من أبيجان لدكار. ومن بعد مفاوضات سياسية وعصبية تمكنوا الناس ديال الخطوط من تصحيح الخطأ وعطاوني بطاقة العبور بالرغم من أنه لا توجد طائرة. للإشارة فهذا الغلط اكتشفته غير بالصدفة. المهم راه كاينه الروينه الصراحه. هاد الرحله ما يمكنش، عامره بالمشاكل مالوغوزمون، عامره بالمشاكل. وباش يعبروا على الاسف ديالهم عطونا كرواسه وقهوه اللي بغاها قرايه ديال الماء. وآش من كرواسة وآش من كافي. عرفتي دوزنا غير ماكله في هاد المطار. اغرب فول غدا نسافر فيه هو هذا. الحمد لله. ومن بعد هذا الفطور ومع 7:30 بالضبط جاتنا واحد الطيارة من كوتونا بالبناء واللي رجعت خصيصا باش تاخدنا احنا اللي حصلنا في أبيجان. واخيرا جات الطياره ديال 7:30 من 6 العشيه وحنايا في المطار. Enfin. Là, c'est que le début. On n'est pas encore dans la vie. Combien du temps? Ça fait. Madame. Moi j'ai petit moi surtout. Voilà tout à l'heure. وما تخيلوش شحال فرحت في هاد الوقيته بالضبط، مع العلم انني ما عارفاش شنو كيتسناني من بعد. ومن بعد 3 ديال السوايع تقريبا وصلنا الحمد لله لدكار. والمشكله انني ما عارفاش ان الطياره اللي كان خاصها ديني حتى للدار البيضاء مشات عليا ساعات قبل، وهذه الطياره من الداخل. واللي تار انتباهي اكثر في الطياره وهي وجود واحد البلاصه فين كتقدروا تشارجيو التليفون. هذه اول مره غادا نجي للمطار ديال السنغال. نشوفوه من داخل الجزائر. من بعد ما وصلنا وبما انه ما كاينش شي حل بالنسبه لينا احنا الناس اللي غاديين للدار البيضاء او الناس اللي غاديين لباريس، لانه كنا حنايا جوج ديال الفئات، فتكلفات بنا الخطوط السنغاليه وداونا لواحد الفندق وسط المدينه ديال دكار ريتما انهم يقولوا لنا شي حل او لا يشوفوا فاش يرجعونا لبلادنا. واستغليت الفرصه باش انني نصور لكم بعض اللقطات من مطار ديال السنغال، وصراحه زوين بزاف. وللإشارة فكنت أنا المغربية الوحيدة اللي وقع لها هذا المشكل وسط هاد الناس كاملين. كان واحد المغربي صراحة ولكن نزل في السنغال لأنه مقيم في السنغال. سنغال. وهذا هو الطوبيس اللي غادي يدينا حتى لدكار. للإشارة فهي بعيدة تقريبا ما بين 20 حتى 30 دقيقة من المطار، يعني وسط المدينة. داونا لواحد لوطيل في جنب البحر. ايوا هادشي اللي كاين الصراحة. ارتاحينا من اللي غادي يديونا للأوتيل باش اننا نرتاحوا شوية ونحيدوا من هاد التعب لاننا ما ناعسينش، وهذه احسن حاجة داروا صراحة اير سنغال. واكيد ما جيتش للوطيل باش انني نعس، واخا ما كنتش ناعسه الليل كامل، وما انني اول مره غادي نجي لهاد البلاد فاستغليت الفرصه التواجد ديالي هنايا بمركز مدينه دكار، ايوا باش ندير واحد الجوله خفيفه ونتعرف على المدينه، واخا ما كانش فيا العظم الصحيح كما كنقولوا وكنت عيانه وفيا النعاس، لكن الفرصه كتجي غير مره واحده وخصنا ضروري نستغلوها. وي
بالنسبه لهذا لوطيل اللي عطاونا ننزلوا فيه، هو صراحه ما بتناش فيه غير من الصباح حتى الليل، غادي يجيو يرجعوا لينا مع 8 ديال الليل. بالنسبه للوطيل صراحه زوين، واخا الاثمنه ديالو مرتفعه انا غادي نخليهم لكم هنايا. ما عرفتش واش لانه حدا يعني البحر او لا. المهم على العموم اننا لقينا فين غادي نرتاحوا ونتسناو الفول ديال الليل ان شاء الله. هذا هو الريستورون اللي غناكلو فيه. وحاجه اخرى مزيانه، اخذوا لنا واحد المطعم حدا لوطيل فاش غادي ناكلوا في الصباح وفي العشيه قبل ما نمشيو للمطار. هاد البلا اللي خديت سميتو ياسا. فكيف سبق لي وقلت لكم، فاستغليت الفرصه ديال التواجد ديالي بالسنغال وبالضبط في داكار لاول مره، وخرجت درت واحد الجوله خفيفه باش نتعرف على المدينه عن قرب. فسولت على البلايص اللي مشهورين هنايا في داكار، لقيت بزاف لكن للاسف كاينين بعادين، مي لقيت وحده قريبه هنايا من لوطيل وهي اللي غادا نمشي ليها دابا. واكيد ما فوتش الفرصه بانني نصور لكم فيديو منفصل على هاد البلاصه اللي مشيت ليها، وان شاء الله غادي نشاركه معكم في القريب. المهم حاولت نستغل كل دقيقه هنايا لانه ما كاينش الوقت بزاف. مشيت لهذيك البلاصه اللي مشهوره حتى هي، مشيت حدا البحر، الصراحه جو رائع جدا. وهاد المدينه فكرتني بزاف في المغرب، كتشبه بزاف المغرب خصوصا الديور ديالها والشوارع ديالها. وتقريبا مع 7 ديال العشيه جا البوس او الكار اللي غادي يدينا للمطار. تقريبا ساعتين هو كيتسنى فينا لانه كان خصنا نمشيو ناكلو قبل ما نشدو الطريق للمطار. ومن بعد ما انطلقنا من لوطيل مشينا لوطيل اخر اللي كاين وسط المدينه في سونتر فيل. خدينا مسافرين اخرين اللي عندهم مشكل كبر من المشكل ديالنا، من نهار الاثنين هما كيتسناو ومازال ما لقاوش لو فول. ومن بعد 30 دقيقه تقريبا وصلنا للمطار، وهنايا غادي نكتشفوا مشكل اخر. والمفاجأة الجديدة هو أنه ما كاينش بطاقة سفر متوفرة حاليا، لأنه كيف ما قلت لكم فكانوا وعدونا بأنه غادي يرسلونا مع شركة أخرى، وهنا ما كانوش مقطعين لنا. وهنا عاود تاني مشكلة أخرى، واتصالات على اليمين وعلى اليسار، فيقنا الناس من الناس. وأخيرا قدروا يلقاو لنا تذكرة مع الخطوط الملكية المغربية، والرحلة كانت مقررة في 8 صباحا. وللأمانة فكنت غادا نقطع يعني من مالي الخاص لو ما لقاوش لنا الحل، لانني فاش سولتهم على اشنا هي الامكانيات الاخرى او الحلول الاخرى، فقالوا لنا الا ما مشيتوش اليوم غادي ترجعوا للوطيل وغادي تسناو حتى نهار السبت عاد غادي تمشيو في اير سينيغال مباشره. الحمد لله الخطوط الملكيه ما عندهاش اللعب في هاد الامور، فالجوج هي الجوج والوقت مضبوط عندهم. فقط انهم ما خلونيش نركب في الاول، قالوا لي نتوما جايين من الخطوط السنغاليه فخصنا ضروري نتسناو حتى يركبوا لي باساجي ديالهم عاد يشوفوا الامكانيه اذا كانت شي بلاصه. فهنايا اضطريت حتى نركب اخر واحد، وكنت اخر وحده غادا تدوز في لونغوجيسترومون. والعجيب في الامر هو انني اخر وحده في لونغوجيسترومون، ولكن عطاوني بلاصه في القدام وبلاصه زوينه بزاف. باختصار والمهم في هادشي كامل، فعوض 4 ساعات ديال السفر فدوزناها في 48 ساعه. وهذه كانت تجربتي مع الخطوط السنغاليه اللي دائما كيف ما قلت كنت كنشكرها، لكن للاسف التجربه ديالي ما كانتش ناجحه. هذا ما كيعنيش ان الشركه مكفسه، لكن على ما اظن ان الظروف اللي كدوز منها دوله السنغال حاليا هي اللي خلات تكون الروينه في الرحلات ديال الشركه. فكنتمنى انهم يصداركوا هذا الموقف. وهنايا كتوصل القصه ديالي للنهايه ديالها. كنتمنى ان شاء الله الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم وتكونوا استمتعتوا نتوما كتسمعوا القصه ديال هاد الرحله. وهنا ما بقى لي غير نقول لكم شكرا على المتابعه والى اللقاء.